واش كان فراسكم ان الماء كاين حتى في الخارج ديال الارض ديالنا؟ الماء كاين في الارض وحتى في بلايص اخرين في الكون. اهلا ومرحبا بكم في هذا الجديد ديال ماستروك. اليوم غادي نتحدثوا على ادهش حاجه في الكون ديالنا اللي هو الماء. في هذا الفيديو غادي نشوفوا شنو هو الدور المهم اللي كيلعبوا الماء في الفضاء وشنو هما اخر الاكتشافات العلميه اللي تلقاو على الماء. الماء بحال اللي كتعرفوا جميع مهم لوجود الحياة في الأرض، وراه موجود بزاف في الفضاء لدرجة أنه من بين المكونات اللي منتشرة في الفضاء وتلقى في جميع الحالات ديالو، يعني السائلة، الصلبة والغازية. العلماء كيهتموا بزاف الدراسة ديال الماء في الفضاء حيث هو مكون مهم باش يقدروا يصيفطوا الرجال والنساء في الفضاء ويديروا الدراسات العلمية خارج الكوكب الأرض ديالنا. بفضل الماء اللي كيتلقاو في الفضاء غادي يقدروا يصنعوا جوج ديال المكونات اساسيه. المكون الاول هو الاكسجين اللي بفضلو كنقدروا نتنفسوا، والمكون الثاني هو الهيدروجين اللي به غادي يقدروا يخدموا الالات باش الرجال والنساء الفضاء يقدروا يسافروا في الفضاء في رحلات طويله بزاف ويخدموا الالات باش يديروا الدراسات العلميه ديالهم. الماء تكتشف اليوم في بزاف البلايص في الفضاء، واغرب بلاصه اللي لقاو فيها العلماء الماء ما بعيداش علينا بزاف. الغريب هو ان في 2009 لقاو العلماء الماء في القمر. فضل الساتليت ديال ناسا لونن كراير اوبزرفيشن سينسين كشفوا الوجود جزيئات الماء H2O في السطح ديال القمر. هذا الاكتشاف انطلق بزاف ديال المهمات الفضائيه في القمر باش يدرسوا الاصل ديال هذه الجزيئات الماء. منهم المهمه الفضائيه ارتيميس اللي درت عليها فيديو متخصص عليها في القناة ماستروك. أهم اكتشاف ديال العلماء اللي كيدرسوا الماء في الفضاء هو أنه ثبتوا الوجود ديالو في الكوكب المريخ وفي حالة سائلة. هذا الاكتشاف حل الأبواب ديال بزاف الإمكانيات باش ندرسوا وجود الحياة خارج الكوكب الأرض ديالنا. نظرية اليوم على كوكب المريخ كتقول أن هذا الكوكب كان صالح لوجود الحياة، يعني الكوكب المريخ كان فيه جميع الظروف اللي مولفينهم حنايا على السطح ديال الأرض ديالنا، ومنهم الوجود ديال الماء في حالة سائلة في البحار بحال اللي عندنا في السطح ديال الأرض ديالنا. والعلماء كيعتقدوا اليوم أن باقي كاين هذا الماء تحت السطح ديال كوكب المريخ، وعليها صيفطوا في المريخ الروبو بيرسيفيرنس باش يستكشف هذا الكوكب ويدرس المكونات الجيولوجية ديالو ويلقاو الدليل وجود ديال الماء تحت السطح ديال كوكب المريخ، وعلاش لا بقايا قدام ديال الحياة في السطح ديالو. آخر اكتشاف ديال الماء بغيتكم تعرفوه هو إمكانية وجود الماء في الكواكب الخارجية أو إكسوبلانيت. راه بفضل الدراسة ديال التحليل الطيفي أو سبكتروسكوبي لقى المنظار هابل في 2019 الماء في الغلاف الجوي ديال الكوكب الخارجي K2-18b. الماء كيبقى من ادهش المكونات ديال الكون ديالنا. هادشي كيثبت لنا ان الماء منتشر بزاف في الفضاء وما قدينا نثبتوا هادشي غير مؤخرا بفضل التطور البحث العلمي ديال الانسانيه كامله. هانتوما عارفين الاساس على هذا الموضوع ديال وجود الماء في الفضاء. كنتمنى ان هذا الفيديو عجبتكم. ما تنساوش تلايكوا وتكومونطيو هذا الفيديو، تبارطاجيو على الافراد العائله ديالكم والاصحاب اللي يقدروا يهتموا بمواضيع فضاء بالدارجة المغربية. نشوفكم مرة أخرى. باي باي.